السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. سنة سعيدة علينا وعلى كل الناس يا رب. يا رب السنة اللي فاتت ما تجيلناش تاني خالص، بكل اللي فيها، بخيرها بشرها مش عايزينها. وان شاء الله تكون سنة 2021 تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، ونحقق كلنا كل اللي احنا بنتمناه. ويا رب اللي ما حققش حاجة السنة اللي فاتت يحققها السنة دي بكل تسامح وبكل ود، ونخلي عندنا أمل في ربنا إن تكون سنة جميلة علينا كلنا. احنا النهاردة هنشوف مع بعض حبة بقى من أفكار عزة فتحي. هتشوفوا بابا نويل هيسلم عليكم ويقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وكمان سانتا كلوز، وكمان الحلو الجميل السنومان جاي بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين. انا جبت العيلة كلها معايا علشان خاطر تقول لكم كل سنة وانتم طيبين. يا رب تتبسطوا معايا وتشوفوا ازاي انا احتفلت برأس السنة على قد كده هوت، بطريقة الكروشيه البسيطة اللي احنا قلنا عليها. احنا النهاردة ان شاء الله هنبص مع بعض وهنشوف جمال الكروشيه في التزيين. شفتوا سنومان ده؟ شفتوا جميل ازاي؟ شفتوا عامل ازاي؟ ده انا عاملاه لحفيدي. وبعدين الطوق، شايفين الطوق الجميل دوت اللي احنا عملناه؟ بصوا منظره على الشجرة ازاي، بصوا منظر الطوق، بصوا جماله وبسطته عامل ازاي. وكمان يا حبايبي انا عايزة اوريكم العصاية بتاعت بابا نويل اللي هي عصاية الحلوى والطوق، كل حاجة. بصوا انا رصيتها بشكل عشوائي كده زي ما احنا بنرص، بس المهم ان انتوا تشوفوه بشكل حلو. وايه رأيكم في الطاقية بتاعت بابا نويل؟ دي طاقية صغنطوطة وكمان جنبها حلاوة صغنطوطة. يا رب كده هوت كلكم تكونوا مبسوطين، وتكون سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. يا رب تحققوا كل أمانيكم و... ويا رب ادعوا لي كده هوت ان القناة بتاعتي تكبر في اول ليلة هيت من ليلة رأس السنة. ان شاء الله، علشان انا مش هكبر غير بيكم. ويا رب يا رب كلكم يا جماعة، اللي مزعل حد يرفع عليه التليفون ويقول له كل سنة وانت طيب، هيحس بإحساس جميل. وبالذات في الأيام اللي احنا فيها ديت، اللي احنا مش عارفين الدنيا هتودينا فين. بس يا رب يا رب حقق كل أمانينا وأماني ولادنا، وكل حاجة احنا عايزينها في حياتنا. يعني اللي عنده بنات يجوزها، واللي عنده ولاد يجوزهم. انا عارفة الشباب اللي عنده ولاد يخليهم براحتهم بقى كده هو يخرجوا وهم يتفسحوا واحنا نبقى قاعدين في البيت. آه ويبصوا بقى، انا بكلمكم حبة كده وحبة بنتكلم ايه على منظر الشجرة الجميلة بتاعتنا، وحابة بقى نتكلم عن 2021. 2021 دي يعني انا بتمنى ان في 2021 اجوز بنتي ان شاء الله. يا رب كده هو تكون سنة خير ويجي لها العريس اللي يستاهلها بإذن الله. و... ويا رب كل واحد عنده حاجة بيتمناها في السر ومش عايز يبوح بيها ويكون في الخير، فربنا ايه يحققها له. بقول لكم ايه يا حبايبي، انا بتمنى ليكوا الخير وبتمنى ليكوا السعادة، ويا رب وفقكم ووفق ولادكم ويكرمنا كلنا. وندعي بحق الليلة المفترجة دي ربنا يكرمنا جميعا ويحقق لنا أمانينا. ويكون ايه كلنا طاهرين، نكون متوديين. بنتي بتقولي كده، بتقولي لازم تكوني متودية وانت بتدعي. فاحنا كده هوت ان شاء الله نتوضى كده وندعي ونقول يا رب، يا رب اجعلها سنة خير، يا رب اجعلها سنة سعيدة، يا رب اجعلها سنة خضرة
بلون الشجرة بتاعتنا كده اهو. يا رب اجعلها سنة حلوة، يا رب حقق لنا كل اللي بنتمناه، يا رب سعدنا، يا رب وفقنا، يا رب كرمنا واكرم ولادنا واكرم جوازنا واكرم عيالنا وكرمنا في كل حال وفي كل وقت يا رب. ويا ريت لو عجبتكم الشجرة بزينتها بالناس الحلوة اللي جم يمسوا عليكم، نقول لهم ايه؟ نقول لهم كل سنة وانتم طيبين، اهم جايين تاني يمسوا عليكم. هما بيمشوا وبيرجعوا تاني بيمسوا ايه عليكم. اوعوا تنسوني بقى في اللايك وايه والاشتراك في القناة، ويا ريت كده هوت كومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة اللي انا فعلا انا بسعد جدا لما بقراها وبتفرج عليها وبشوف، بقول الناس دول بيقدروا انا ايه بتعب قد ايه في الفن الجميل ده اللي انا نفسي احققه، ان اخلي كل البيوت بما فيها رجاله وستات بيشتغلوا ايه الكروشيه. لان الكروشيه وانا زي ما قلت لكم فن جميل، ودوت فن الذوق ايه الراقي. وبالذات بقى مع الحلوين دول ده فن جميل. بصوا كده، تخيلوا لما يكون عندكم ترابيزة جميلة كده ومحطوطة عليها الناس الحلوة الجميلة دي، وبصوا العصاية، بصوا العصاية جميلة ازاي. ولا بقى احنا طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن النجمة بتاعة الشجرة، والنجمة موجودة معانا. حبايبي شفتوا الطوق الجميل دوت؟ ايه رأيكم فيه؟ طبعا انتوا شفتوه على قناتي، واللي مش عايز يعرف اي حاجة ما يقوليش، لكن اللي عايز يعرف كل حاجة هيلاقيها على قناتي من اول الشجرة لحد بابا نويل. انتوا دلوقتي هتشوفوا، بصوا الطرطور الجميل ده هتلاقوه برضو احنا عاملينه بالتفصيل في القناة، والشجرة الجميلة عاملينها في القناة، والعصاية الحلوة دي، والعصاية الحلوة دي لسه الفيديو بتاعها نازل. واللي عايز فيكم يستفسر عن اي حاجة اعملها بيبعت لي في الكومنتات بتاعته وانا تحت امركم. ويا ريت يعني يجي لي منكم كومنت جميل كده هوت عشان انا بتشجع بيكم. يا رب ربنا يكرمنا جميعا ونحقق كل امانينا، واللي ما حققهاش السنة اللي فاتت يحققها السنة دي. شكرا ليكم والسلام عليكم.